السلام عليكم وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. حملة مراقبة تطيح بمحلات عشوائية لإعداد البنين بمارتيل قبل قليل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الصيفي وحرصا على ضمان سلامة وصحة المواطنين والزوار، باشرت لجان المراقبة التابعة لمصالح عمالة المضيق الفنيدق بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة مارتيل حملة ميدانية واسعة استهدفت عددا من النقاط المشبوهة بحي الديزة. وأسفرت هذه العملية التي نفذت صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري عن معاينة 4 محلات عشوائية تستغل في إعداد مادة البنين في ظروف غير صحية قبل توزيعها على باعة متجولين قصد ترويجها بشواطئ الإقليم. وخلال نفس الحملة تم حجز وإتلاف كميات كبيرة من مادة البنين المعدة للبيع، بالإضافة إلى ضبط عدد مهم من اللوحات الخشبية كانت تستعمل لعرض هذه المواد بطريقة غير أمينة، مما كان يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين وخصوصا الأطفال. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الاستباقية التي تروم التصدي لكل الممارسات التي تهدد السلامة الغذائية للمصطفين في ظل الإقبال المتزايد الذي تعرفه شواطئ المنطقة خلال العطلة الصيفية. وتؤكد السلطات أنها ستواصل مجهوداتها في هذا الصدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.